السلام عليكم. ألمانيا تتوسط لفرنسا لدى الجزائر من أجل إطلاق سراح بوعلام صنصال. يبدو أن فرنسا قد فقدت الأمل وانتهى مسلسل برونو روتايو، اليمين المتطرف الذي كان يضغط على الجزائر عن طريق الجالية الجزائرية وعن طريق التضييق على الدبلوماسيين وإلغاء اتفاقية 1968. قد فقد الأمل لأن الجزائر أصبحت سيدة بقراراتها، لا تلتفت لا لفرنسا ولا لغيرها. الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير يستجدي ويطلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باسم الصداقة الشخصية التي بينهما. الرئيس الألماني طلب من الرئيس الجزائري أن يقوم بلفتة إنسانية بإطلاق سراح بوعلام صنصال. هذه البادرة تتمثل في إطلاق سراح صنصال لتلقي العلاج في ألمانيا، لم يذكر فرنسا، لأن هذا المدعو صنصال عمره 80 سنة ويعاني من الكثير من الأمراض. أيضا أضاف الرئيس الألماني أن هذا سيعبر عن روح إنسانية لدى الرئيس الجزائري وكذلك عن رؤية سياسية ثاقبة. هذه الجملة حط تحتها 100 خط، لأنها تعني أنه يقول الرئيس الجزائري ستكون هناك اتفاقيات اقتصادية وسياسية كبيرة بين الجزائر وألمانيا